اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. بنصبح عليكم مره ثانيه، والحقيقه حوارنا الجاي الحقيقه مهم جدا، لان احنا هنتكلم عن مصر وحال مصر واللي بيحصل في مصر وظروف المصريين في هذا التوقيت. ما في شك ان مصر عاشت خلال الفتره الماضيه العديد من الاحداث صعودا وهبوطا، واثرت بشكل مباشر على حياه كل المصريين. وفي شك ايضا ان مصر بعد عدد كبير جدا من الاستحقاقات حصل في مصر كان ليه تاثيراته المختلفه، ايضا بتعيش هذه الايام ربما مرحله يعني حساسه جدا في الفتره اللي بقالنا فيها تقريبا سنتين، وهي ما يتصل بالوضع الاقتصادي في مصر وما يدور من حديث حول الوضع الحرج اقتصاديا داخل مصر، اللي نتمنى ان شاء الله ان نجتازه بشكل او باخر. موضوعات كثيره جدا عن واقع الحال في مصر بنطرحها على ضيوفنا اللي بيشرفونا النهارده، بينورونا في استوديو صباح الخير يا مصر. دكتور ناجي شهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى، وايضا ارحب بضيفي الاستاذ محمد حافظ رئيس لجنه الشباب بمجلس الشورى. اهلا بحضرتك. صباح الخير دكتور ناجي. صباح الخير يا استاذ محمد. وخلينا نبدا من اليمين. دكتور ناجي، بدايه ندخل في المواضيع على طول، مواضيع كتير ومهمه. الحكومه بتشكيلها اللي فيه جزء كبير جدا متغير منه. حضرتك كعضو مجلس الشعب مجلس الشورى، والآن لديكم سلطة تشريعية والمفترض أنكم تمثلون الشعب المصري، هل ترى التغييرات اللي حصلت في الحكومة هي التغييرات المناسبة؟ هل هؤلاء هم رجال المرحلة كما يقال؟ وهل أيضا المنتظر الآن، إذا كان ده خلاص الأمر الواقع، المنتظر الآن من هذه الحكومة قرارات معينة تغير الواقع المصري نوعا ما؟ الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية بقى، لأن هتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس النواب، لأن مجلس النواب احتمال تكون الأغلبية فيه ليست إسلامية. تمام. وبالتالي الحزب الفائز بالأغلبية أو الأكثرية هم اللي يشكلوا حكومة. ويبقى فيه لأول مرة في مصر فيه توازن بين السلطات. رئيس السلطة التنفيذية رئيس الدولة ينتمي إلى التيار الإسلامي، وقد تكون الححكومة تنتمي إلى التيار المدني. انما متوقع كده ان لا، انا بقول قد تكون تمام، او كلها احتمالات. تمام. انما هو في حقيقه الامر يعني التعديل الاداري من وجهه نظري انا كرئيس لحزب معارض تمام. لم يكن له داعي، لانها شهرين او 3 شهور. تمام. وفي كل الاحوال هذا التغيير ملك الرئيس. الرئيس بيختار معاونيه، وهو وجد ان بعد يعني موافقة الشعب على الدستور يجدد الدماء. والحقيقة هو كان محتاج إلى وزراء من رجاله ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وبالتالي التعديل الوزاري شمل دفع بدماء جديدة من التيار الإسلامي. ما كانش هيلاقي انتقادات كتير موضوع وجود وزراء ككل من الإخوان المسلمين؟ لا، هو احنا مش هنخترع العجلة. في كل دول العالم اي رئيس بيشتغل بناسه برجاله، وده اهميه الرئيس يكون حزبي. تمام. ان يجيب رجال حزبه يشتغل. احنا عندنا في مصر هاجس التخوف من اخوانه الدوله، وان اسلاموفوبيا. نعم. وبالتالي مش عايزين نعترف بالتقاليد البرلمانيه العريقه، ان رئيس والدستور بيتيح له الحق في ان هو يشكل حكومه. الافضل وله برنامج انتخابي، الافضل انه ينفذ هذا البرنامج رجال ينتمون اليه، بحيث في النهايه وانا مصلحه البلاد كذلك. لان في حقيقه الامر من الممكن ان يكون هناك عذر للرئيس او التبريرات ان انا لم اخذ فرصتي. تمام. انا الحكومه اللي عندي مش من حزبي، مش مؤمنين ببرنامجي. تمام. وبالتالي وجود حكومه من التيار الاسلامي يجعلنا نستطيع ان نحاسب الرئيس والحكومه. طيب. لو اخفقوا في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس. هو الواضح يا استاذ محمد يعني كلام عايز يقول حاجه. طيب انت بتتفق مبدئيا مع معظم الكلام اللي قاله دكتور؟ طبعا. هو التقاليد، بسم الله الرحمن الرحيم، التقاليد البرلمانيه في العالم كله ان الحزب الاغلبيه المفروض يتحمل مسؤوليه. لكن احنا يمكن يكاد يكون المشهد السياسي كان جديد علينا، مساحه الحريه كبيره جدا. فاستعملنا عبارات اخوانه الدوله، كل وزير، فحتى الوزراء نفسهم انا يعني بلوم على كثير منهم ان انشغلوا بالمشهد السياسي. لكن القرارات بتاعتهم ما كانتش تمس كثير من ربما بيعملوا واقع المجتمع، واقع مشاكل الناس. يعني ده اللي هو كان ربما يكون برضه الوزير صعب تفصله عن السياسه. لا، هو الوزير في الاصل سياسي، هو منفذ للسياسه كمان. لكن في المراحل الانتقاليه بيصدر قرارات. لكن احنا للاسف الشديد في الفتره
اللي فاتت عايزين وزراء تفصيل حاجه معينه، مش متعودين على ان يبقى في حاجه جديده. تقصد مين عايزين حضرتك؟ بعض من المعارضه مثلا ولا بتتكلم عن هو المعارضه توقعوا مع دكتور ناجي. المعارضه هو الاستاذ محمد حزب النور. هو متحالف مع الاخوان وحزب العداله. التحالف الانتخابات لا احنا بنتحالف كلنا كابناء مصر في خط واحد، والهدف كله مصر، ونتحالف مع اي مصلحة في مصلحه الوطن. الحكومه بندفعها احيانا الى ردود وانشغالات بحاجات لا ينبغي ان تنشغل بها. انا كنت عايز مثلا من الحكومه يعني التغيير اللي حصل. خلينا نقف عند النقطه دي، اسمح لي حضرتك هقطعك في حاجه. احنا بندفع الحكومه لانشغالات وردود. قصوى انا اسف معلش، لان معانا مكالمه من السعوديه ربما خط دولي، فناخد المكالمه ونرجع. استاذ محمد من السعوديه، اهلا بحضرتك. استاذ محمد، احنا بقى طولنا على استاذ محمد فيبدو ان المكالمه اتفضل بس عشان سكت تاني استاذ محمد زعل. استاذ محمد، خلينا احنا قلنا ان احنا بندفع الحكومه للردود. هل المفترض ان الحكومه تنساق لمطالبات معينه او تنساق لاراء معينه، ام ان الحكومه هي ماشيه في خط معين ما تلتفتش للاقاويل ولا لمن يدفع بها الى كذا او لكذا؟ المفروض انا لا اعزل مصر عن 25 يناير، لن اعزل مصر حاليا واخلي مصر النهارده دوله في رخاء اقتصادي وسياسي وفكري ومرحله انتقاليه كلها متقلبه. فانا بقول الحكومه حتى التغيير الاخير اللي موجود حاليا، في ناس انا سمعتها بيتكلموا يقول لك مين هو فلان اللي خدوه الوزير؟ ده راجل كان ده استاذ، يعني حتى بيتكلموا على الناس اللي موجودين، مش متقبلين الجديد اطلاقا. احنا ليه بقى اتعودنا على مناظر معينه لمده 30 سنه، نسق معين. للاسف الجمعيه التاسيسيه الاولى قال لك كبار رجال الدوله مش موجودين فيها، رجال القانون وكبار رجال الفكر. يا جماعه احنا عايزين نشوف الناس الجديده دي كلها، عايزين نشوف الناس الجديده. انا بقول الحكومه الجديده ربنا ييسر لهم الامر، نستنى عليهم الشهرين ثلاثه اللي موجودين ونحكم على افعالهم وتصرفاتهم. واحنا كنواب خلاص يعني المواطنين لن نقبل في بعد الكلام ده كله، سواء اي حزب من الاحزاب هيقبل باي تقاعس من اي وزير في المرحله اللي جايه اطلاقا. انا حاليا ربما يكون خط الصعيد كله بالكامل في مشاكل كثيره جدا كان من المنتظر ان تحل في المراحل الماضيه، لكن احنا بنتحمل لان عارفين العبء الاقتصادي اللي موجود في البلد حاليا. الاستثمارات الخارجيه متخوفه، الامن استتباب الامن حاليا في مصر مش بالصوره اللي بيهيئ للاستثماريين اللي هم يكونوا موجودين. في ضغوط علينا اقتصاديه كبيره جدا، لان مصر بتتولد من جديد واصبح هتكون ان شاء الله باذن الله ليها دور على مستوى الوطن العربي ومستوى الافريقي ومستوى العالم. فده كله الحصار الاقتصادي اللي موجودين فيه ده مقصود. طيب. لكن ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه انا بقول ندي فرصه للحكومه. هسال دكتور ناجي في الجزئيه دي، بس ما اخد استاذ حسين من الجيزه. صباح الخير يا استاذ حسين. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك، كل عام وحضراتكم وانت بصحه وسلامه. اتفضل. بقصر كلامي على كلمتين اتنين، يا ريت نقول قطار الفعل قلالات الكلام. احنا بقينا قطار الكلام قلالات الفعل. للاسف الشديد ان احنا بقينا حقل تجارب دلوقتي. كل حكومه جايه يعني في فتره شهرين ثلاثه شهرين ثلاثه. طب ليه ما نديش فرصه ونكشف الامور؟ لان احنا دلوقتي كده الاخوان المسلمين متسترين ورا ان الحكومه جايه مش منهم. طيب هي وجهه نظر حضرتك. شكرا حسين. وخلينا ناخد دكتور عثمان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل يا فندم. احييكم واهنئ مصر كلها والاخوه الاقباط المسيحيين بالاعياد. وانت بالصحه والسلامه. التلفزيون المصري لانه الحقيقه من فتره بيكثف الحديث عن الاقتصاد، وهذه هي الفريضه الغائبه دائما، والان زودون ما بين الاقتصاد والسياسه وهذا طيب. الحقيقه انا لي جزئيه في غايه الاهميه، اتفضل يا دكتور. ان الحديث عن الاقتصاد ينفصل عن السياسه، وان الان أكيد. الحاكم والحزب الحاكم والمعارضه جميعها تستقوى في الخارج بسبب الاقتصاد. فالحزب الحاكم وهو من الناحيه العقديه يصادر الاخر داخل مصر، الاقباط المسيحيين المراه، لكن الاخر في الخارج حبيب الى قلبه بسبب الاقتصاد.
والمعارضة أيضا الذين ظلوا سنوات طويلة يتحدثون عن التبعية وعن الاستقلال وعن عدم التدخل، الآن يستعينون بالخارج عندا في الحزب الحاكم، ويسعدهم أن الخارج يقلل الدعم، يقلل المعونات، يقلل القروض، ويفرحون. شكرا دكتور، وجهة نظر حضرتك. شكرا لحضرتك. دكتور ناجي، يعني يبدو ان الناس بتلخص فعلا يعني قضايا الناس، وهم طرحوا موضوعات مهمه جدا. فكره ان احنا بين حق التجارب، اخونا الكريم استاذ حسين في الاول بيتكلم في تغييرات، انت متفق مع هذا الموضوع ولا هي طبيعه المرحله؟ بس خليني في الاول، بس انت خدتني الاول كده بسرعه. لا اتفضل. ما هنيناش اشقائنا في الوطن الاخوه المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وهم طول عمرهم في هذا الوطن عاشوا جنبا الى جنبنا، وكل معاركنا خضوها، ولا يمكن ابدا يجي يطلع صوت من هنا ومن هناك من ممكن ان يسبب لهم قلق. مصر وطن يعيش فينا ونعيش عليه. دي كانت مقولة البابا الراحل البابا شنودة، واعتقد هي المفروض تبقى شعارنا جميعا. فكل التهنئة لنيافة الأنبا تواضرس الثاني ولكل الأخوة المسيحيين. ثانيا احنا فعلا حقل تجارب، ودي صحيح. يعني اجيب لك مثال، وزير الداخلية الراجل بذل مجهود ضخم جدا وطيب، وبدأنا نحس بعمله، وبدأ يقوم هو بنفسه اللواء أحمد جمال الدين، وبدأ يقوم بحملات وبنفسه حتى في المترو وخلافه، ولم يكن مطروحا في التعديل الأخير، ولكن تهديدات البعض مما راحوا حصروا مدينة الإنتاج الإعلامي وراحوا تهجموا على قسم الدقي وهددوه بأنه هو مش هيبقى في التشكيل الوزاري، وحصل. كان بيخلق أزمة ثقة. وبعدين سؤالك الأولاني، هل الحكومة هي يعني تستطيع أن تلبي طموحات الشعب المصري أو حتى تحقق الحد الأدنى من أهداف ثورة 25 يناير؟ التجربة اللي فاتت تقول لا، لم تكن على مستوى كل الأمانة الوطنية. وبالتالي كان الراجل اللي عرف ملفه وزي وزير المالية وممتاز السعيد اللي فيه مفاوضات مع صندوق النقد، واجيب واحد بعيد عن العمل التنفيذي في المالية وليس له أي خبرة، لسه يبدأ من أول وجديد مع صندوق النقد الدولي. فما كانش الفلسفة وراء التغيير ما كانتش واضحة، واطيح بأناس كان المفروض يستمروا عشان معاهم ملفات مهمه، ملفات مفتوحه وهم لصالح، يعني زي وزير التنميه المحليه كان معاه ملفات وكان ومع ذلك تم الاطاحه به. وزير الماليه معاه ملفات تم الاطاحه به. وزير الداخليه قام بدور اكثر من رائع تم الاطاحه به. وبالتالي حقل التجارب بقى اللي الاخ بيتكلم عنها فعلا حقل تجارب، ما لسه وزير هيجي لك لسه لما يدرس ملفاته تكون 3 شهور عدوا. طيب هي النقطه دي ما ينفعش نعديها، انه فكره ان في ناس كانت اولى باداره المرحله توضيحها ايه لمصلحه مين تم الاطاحه بيهم، او ايه السبب الفعلي للاطاحه بيهم؟ يعني لازم نفهم النقطه دي. هي ضغوط على الرئيس من حزب اولا ومن المتحالفين معاه. يعني ما في واحد على راس تنظيم دلوقتي حالا هو تنظيم جديد هدد وزير الداخليه بان هو هيمشيه لما راح حب يمنعه من اقتحام اسم الدقي ونجح مؤخرا. وزير الماليه اصوات كثيره من حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين طلبت بتغييره، ورئيس الوزراء كان متمسك بيه، والراجل كان بيشتغل لاخر لحظه، فوجئ انه خارج التشكيل. فهو ده حقل تجارب. تمام. احنا كنا عايزين هذه الحكومه اللي احنا بنقول عليها انها لم تكن على مستوى امانينا الوطنيه ولا طموحات شعبنا تستمر 3 شهور اللي جايين، ومع ذلك اللي حصل يبقى فيه تعديل وزاري. انما الكلام اللي بيقوله الاخ الدكتور عثمان، الاستقواء المعارضه، الاستقواء ده مرفوض شكلا موضوعا، ليس كل المعارضه. يعني الاستقواء بالخارج مرفوض شكلا موضوعا حتى لو كان هيجي من وراهم هم الديمقراطيه الحقيقيه. لان ببساطه الخارج مش جمعيات خيريه. الخارج له مصالح، وهذه المصالح من الممكن جدا بل لابد انها تتعارض مع مصالحنا. هو تحدث في المقابل عن مصالح الحزب الحاكم. لا، ما انا اتكلمت عن الحزب الحاكم في الحديث الاول عن التعديل عن التشكيل الوزاري. تمام. انما انا اربع بالمعارضه المصريه انها تستقوى بالخارج، وانا ممن استمروا طوال تاريخهم، وانا دي ثالث دوره في مجلس الشورى في كل، حتى في عهد النظام السابق
كنت برفض الاستقواء بالخارج. كنت متحالف في الانتخابات الاخيره مع الحريه والعداله. طيب بمناسبه يعني الاستقواء بالخارج ده خطر، يعني مش خط معارضة احمر قوي مثلا. خط احمر. استاذ محمد، فكره يعني التشكيل الحكومي او حتى كمان فكره الاستقواء، هو بيقول الطرفين الحكومه والمعارضه، هل دي متحققه فعلا ولا ممكن تكون يعني وجهه نظر ليست صحيحه؟ يعني هو يعني احنا يمكن مارسنا السياسه بقوه في خلال السنتين دول. كل الوان السياسه تمارس في المشهد السياسي في مصر. لو حضرتك اللي بتكلموا على اخواننا المسيحيين، انزل بكاميرا التلفزيون وروح جميع مصالح جمهوريه مصر العربيه، اي مكان يعجبك في العالم، تمام، سيمفونيه الزماله والصداقه موجود، وفي التعامل وفي الاطباء والمهندسين واللي بيبني واللي ساكن والكلام ده كله منظومه يعني غير. طب خليني النقطه دي بقى في سؤال مهم. لما هي منظومه متكامله، السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا ليه لحد دلوقتي بنأمن الكنائس؟ ليه بنأمن الاعياد؟ ليه الكلام ده؟ ما هو التأمين ده الجانب الأمني أحيانا، ما هو أنا أقول لحضرتك أكمل لك بس الجزء اللي حضرتك للمرأة. ما هو دلوقتي المانشيتات المرأة وإخواننا الأقليات النهاردة تعالي شوف الطبيبات وغيرهم من العاملات على مستوى جمهورية مصر العربية ماشيين في كل شيء. لا احنا لا في الجامعات أستاذ الجامعة، أنا بس مش عايز أقطعك، ما للاسف الشديد تصريحات المتشددين لا بتسبب ازعاج لهؤلاء الفئات. انا هقول لك المتشدد الذي يدلي بتصريحات تستضيف بعض الفضائيات صحيح ليس هو صاحب قرار. انا يهم ما هو لابد ان نقيم، لابد المشهد السياسي انا مين هو صاحب القرار. اقصد انه يمثل نفسه فقط. الموضوعات دي يا استاذ محمد ودكتور مطروحه في حواراتنا المجتمعيه، يعني بتتناقشوا فيها. انتوا كمان الشورى دلوقتي أيوة. موضوع ليكم مهمه جدا حتى لو كانت فتره قليله، بتتكلموا في الحاجات دي. وما في احنا عندنا في الناس كلها تقعد وكلام وحوارات اخواننا المسيحيين مع المرأة مع كل شيء، احنا بنسمع في لازم يكون في مكاشفة في الموضوع موجودة. لكن هو المشكلة فين؟ المشكلة ان هناك في العهد السابق من السيدات اللي كانوا بياخدوا مكانة معينة أو مناصب معينة كانت تهدى إليهم عن طريق الكوتا وخلافه، بالإضافة لترضيات علشان الانتخابات. أنا بقول أهو علشان انتخابات كانت ترضيات لإخواننا المسيحيين، لأنهم هم شركاء في الوطن ولهم أن يدفعوا بمرشحين ولهم أن يتواجدوا ولهم كل ما اختلفنا. لكن للأسف الشديد إحنا خالطين بين المشهد السياسي والمشهد الاجتماعي. المشهد السياسي أنا وأي حزب دلوقتي بينافس الحرية والعدالة ولا النور ولا الجيل ولا بينافسه، مش ممكن هيجي يتكلم عنه هيقول عليه شعر. ده أنا بطلع الانتقادات في الحزب المنافس ليه؟ علشان إن أنا أكون موجود في الشارع. تمام. ليه؟ لأن بداية السياسة أولا الأحزاب لم تكون بعد بالشكل يعني بالشكل الديمقراطي اللي موجود، انتشارها على مستوى الجمهورية. الأحزاب الإسلامية منتشرة، موجودة في الشارع. تمام. موجودة في القرى، موجودة في الأرياف، موجودة في الوحدات. فدي القواعد الأساسية وصل قلب المجتمع. طيب خلينا نتكلم بقى عن نقطة ختاما، نقطة التوافق اللي ممكن نوصل لها ازاي في ظل مشهد سياسي متذبذب ومشهد اقتصادي متغير نبتدي الدكتور ناجي ونختم باستاذ محمد. يعني هو بدايه انت قلت في الشغل بتتكلموا، يعني كان عندنا لجنه تشريعيه الاسبوع اللي فات وقلت المسؤوليه في رقبه كل من حزب الحريه والعداله وحزب النور في ان هو ينهي اشكاليه الاقباط والمراه، لان اي تمييز ايجابي للمراه في القوائم هيبقى في عدم دستوريه. وبالتالي على الحزبين دولت، هم الحزبين اللي لهم قواعد جماهيريه في كل حته، لان المساجد شغالين فيها كلهم، يحطوا المراه والاقباط في ترتيب متقدم من القائمه، بحيث ننهي ما سمي ان ممكن المجلس النواب القادم يكون بلا اقباط وبلا تمثيل حقيقي للمراه، ولازم المراه في ظل القائم تنزل. طيب وقت للاسف انتهى يا دكتور. انما بالنسبه للتوافق هو لابد من حوار، وهذا الحوار يبقى فيه مصالحه وطنيه شامله، وكل الملفات ملفات المرحله التشريعات كلها لازم تبقى خاضعه للحوار، ولا احد يستثنى من الحوار، يعني لا اقصاء لاحد، وعلى كل ان يستجيب له. استاذ محمد كلمه اخيره. انا اولا شخصيا مع الحوار، لان الحوار فعلا بس الحوار الجاد اللي يكون معاه ورقه عمل.
طبعا. وليس حوار احنا طاولة بنتناقش مفاوضات ليس اكثر. لا بالتاكيد عشان نصل الى نتيجه جيده تعبر بين المرحله اللي جايه. تمام. وكلنا مصريين تحت مظله مصر، كلنا لا فرق بين اي مواطن والاخر. وان شاء الله يكون ذلك في المرحله اللي جايه، لكن هنتحمل الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس يكون في نوايا جاده لتنفيذ ما يسر عنه الحوار. نورتونا دكتور ناجي. حضرتك بتبعت رسائل كده وهي بتوصل لاستاذ محمد، ما تقلقش. ماشي يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك والاستاذ محمد حافظ رئيس لجنه محمد حافظ صديق عزيز يعني. نورتونا. الموضوع يطول ونحتاج للكثير والكثير ايضا كما نقول دائما، لكن نحتاج الى المكاشفه. ما ينفعش نقفل الجروح وهي لسه ما اتطهرتش، لازم نطهر جروح الوطن ولازم نتكلم مع بعض ولازم نسمع بعض وبعدين نبدا ننفذ خطه عمل جديده وخريطه جديده لرؤيه جديده لوطن جديد ان شاء الله. خليكم معنا بعد الفاصل، فقره جديده وصباح الخير عليكم.